ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. طبعا كل بيعمل محشي ورق العنب باللحمة، ليه ما نعملوش بالفراخ بقى؟ تعالوا نعمل محشي ورق عنب بالفراخ بطريقة حلوة جدا. اول حاجة ببدأ بيها هي تسبيكة المحشي. انا فرمة بصل وعصير طماطم، طبعا بحط الاتنين على بعض، مش بحمر البصلة بتاعتي ولا اي حاجة خالص. انا بسيبهم كده يتسبكوا الاتنين مع بعض، ني في ني يعني. كده خلاص هسيب التسبيكه بقى كده تتسبك مع نفسها، وابدا ايه في التتبيله بتاعه الفراخ. بصوا، هو انتوا ممكن تستغنوا عن التتبيله ايه وتستكفوا كده بملح وفلفل بس انا حبيت ايه اطعم الفراخ بتاعتي وكده. انا معايا بصلايه، حبيت طماطم واحده، قرن فلفل شطيطه وقرن فلفل رومي احمر، وثلاث فصوص من الثوم. هضربهم بقى في الخلاط كويس جدا واصفيهم. وكده بعد ما ضربتهم في الخلاط وصفيتهم كويس جدا، اهم حاجه تصفيهم، انا مش عايزه يبقى فيها تفل بواقي طماطم وبصل وكده، عشان ما تتحرقش مننا لما بنيجي نديها صدمه على النار، لان احنا مش هنسويها سوا كامل. تمام. هنزل بقى بفلفل اسمر، وهنزل بملح، وهنزل بمعلقه صغيره خالص من توابل الفراخ. ولو مش عندك توابل فراخ مش مشكله، كفايه ملح وفلفل اسمر بس. هقلبهم بقى كويس كده مع بعض، وبعدين ايه انزل بقى بالتتبيله كده على الفراخ. انا اديت الفراخ بتاعتي كده رشه من الفلفل الاسمر برضو. كده خلاص اسيب بقى الفراخ كده تتبل مع نفسها لحد ما اخلص المحشي بتاعي. كده التسبيكه ما شاء الله اتسبكت كويس جدا، نشفت نهائي من الميه. هنزل بقى بكميه الرز بتاعتي كده واديها تشويحه بس على النار بسيط، عشان الرز يبقى معانا مفلفل وحلو. يعني هو متسيبوش كتير على النار، هو دقيقه واحده بس كده، تشوحيهم مع بعض وتقفلي عليه على طول. هسيب بقى التسبيكه تبرد كويس جدا، واقطع الخضره بتاعتي. طبعا انا غسلاها كويس جدا ومصفياها من الميه، هقطعها بقى. ما بحبش احط الخضار على طول على التسبيكه وهي سخنه، لان الخضار بيدبل معانا. فانا بحب احط تكون التسبيكه بتاعتنا بردت كده شويه، عشان يبقى الخضار كده مصحصح ويبقى اخضر فريش فيها كده وبيبقى حلو. طبعا معايا شبت وكزبره وبقدونس. كده بقى اللهم بارك، قطعت الخضار بتاعي كله. هنزل بقى بمعلقه توم كبيره على المحشي، بجد بتفرق جدا في طعم المحشي وبالذات مع الورق العنب. هنزل طبعا بالملح حسب الرغبه، وهنزل معلقه كبيره من الفلفل الاسمر، وهنزل برضو بمعلقه كبيره من بهارات المحشي. وحطيت كده نص معلقه صغيره خالص من بهارات اللحمه، بجد بتخلي طعم المحشي حلو جدا. بس ما تكتريش فيها، يعني لو حابه تجربيها حطي نص معلقه صغيره، بجد بتخلي طعم المحشي حلو جدا. وطبعا لو عندك هريسه شطه يا سلام، هتودي المحشي في حته تانية خالص. بس انا ما حبيتش اضيف هريسه شطه المره دي عشان بنوتي وكده. هقلب بقى كده المكونات كده مع بعض كويس جدا. انا طبعا نقلت الكلام ده كله في طبق تاني، لان الطبق كان صغير ما كنتش عارفه اقلب. هنزل بقى بالخضار بتاعي كويس جدا بعد ما قلبت التوابل مع الرز. هديهم بقى تقليبه كويسه جدا.
وكده بقى هبدأ احشي الورق العنب. الله المستعان بقى، واحشي كده مع نفسي. طبعا لما بتيجي تحشي الورق العنب بتحشي على الناحيه الخشنه، تمام، الناحيه الناعمه اللي بتبقى بره اللي بتلمع. شايفين كده؟ طالما الموضوع خلصت، بس اكيد مش بالسهوله دي يعني، انتوا عارفين. انا جبت صينيه كده وحطيت فيها معلقتين زيت كبار، وسبتها تسخن كويس جدا، وهنزل بقى بالفراخ بتاعتي اقضيها سلطه. بعد ما اتبلت كويس جدا، وزي ما قلت لكم برده ممكن ما تتبلوهاش، ملح وفلفل حلو قوي. هديها صدمتين على وشين كده وبعدين نطلع. طبعا لو انت مش عندك شوربه، ممكن في الوقت ده يعني تزوديها ميه سخنه وشويه توابل كده، وتخليها تاخد نص سوا. بس انا كان عندي شوربه، فما زودتش ميه ولا اي حاجه خالص، تمام. فانا حبيت اوضح لكم بس، عشان ممكن حد يقول طب انا مش عندي شوربه يعني واعمل ايه. لا، هتزوديها ميه سخنه وتسيبها تاخد نص سوا. الريس اللي نزلت دي كلها اكيد شفتوها، هتزودوها ميه وهتعمل معاكم احلى شوربه، تمام. كده خلاص، انا كنت مقطعه بصل وطماطم كده شرايح، حطيتهم كده في الحله بتاعتي، وبعدين هبدا ارص الفراخ. اديتها بس رشه من الفلفل الاسمر ورشه ملح بسيطه. كده خلاص، هبدا بقى ارص المحشي بتاعي فوق الفراخ. وبكده بقى خلاص، اللهم بارك، رصيت كميه المحشي بتاعتي كلها كويس جدا، وهنزل بقى بالشوربه كده. طبعا اهم حاجه الشوربه تكون سخنه كويس جدا. هحرك بقى الحله بتاعتي اللي عشان الشوربه تنزل لكميه المحشي كلها، وعشان المحشي بتاعك ما يتحرقش، تبقى واصله للمحشي كله. هغطي عليه بقى واسيبه كده ايه مع نفسه بقى يستوي. اول ما ياخد غلوتين كده بتهدي عليه النار شمعة خالص، تمام. كده اللهم بارك، بعد ما المحشي بتاعي استوى، شايفين ما شاء الله. وهنا بقى وصلنا للمرحله الاخيره، نقلب بقى الحله بتاعتنا كده وربنا يستر. اديتها خطتين كده من فوق عشان لو في حاجه ماسكه في الحله تنزل. شايفين بقى ما شاء الله، مش مشكله اي حاجه تقع، مش مشكله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واقول لكم بقى دمتم سالمين.